معانا شويه اسئله عن علاقتنا باولادنا. اول سؤال: انا دايما لما بعاقب ولادي على حاجه عملوها غلط وبعد بعد ما صراخ وغضب شديد مني ما بنفذش العقاب بتاعي. لما بهدى بقول لنفسي ايه؟ مش مستاهله ان انا احرمهم من حاجه ولا اعاقبهم. دايما بفكر ان الموت قريب مني وان انا حاسبهم، فعايزه اعمل لهم ذكريات يفتكروني بيها لما يكبروا وما تبقاش معاهم الذكريات الوحشه. اللي انا بعمله ده بعد عصبيتي عليهم وغضبي بيأثر على شخصيتهم، وايه الحل الصحيح؟ تمام. هي هنا بتسأل انها بترجع في عقابها، صح كده، وعايزه العلاقه تكون حلوه. اول حاجه زي ما انت قلتي، اهم علاقتنا باولادنا دي اللي هتكمل. يعني الطفل بيطلع سوي بيبقى لما بيكبر بيكمل برضه حياه سويه. فالنهارده لو انا بقول العقاب وارجع في كلامي، دي بنقول عليها تذبذب في المعامله، مش طريقه صح. المفروض انا قلت الكلمه انفذها. طب تعالي بقى اساليني، هل العقاب هو اصلا طريقه مناسبه؟ لا طبعا، العقاب مش طريقه مناسبه. انا لما بتعرض لاي موقف مع اولادي بسال سؤال: المشكله دي نحلها ازاي؟ سيبك بقى من المشكله حصلت، تعالى نشوف ازاي ما نكررهاش في المستقبل. تعالى هات لي حلول واساليهم وهم هيطلعوا حلول. فده بنقول عليه ايه؟ عواقب الامور مش عقاب. لو انت النهارده ما عملتش كذا يترتب عليه كذا، فهو حتى اللي هيقول لك طب ولو ما عملتش ده هيحصل ايه؟ اختار لنفسك. فتلاقيه بيقول مثلا مش هلعب بالموبايل، مش عارف، مش هخرج الخروجه الفلانيه. يبقى هو اللي اختار، ونكتب طبعا هو اللي اختار وقال ايه اللي هو هيعاقب نفسه بيه. بنقول عليه عواقب نتيجه اللي انت مش هتعمله. ده برضو ممكن ينفع اجابه للسؤال الثاني اللي هي واحده بتقول ازاي اتعامل مع ابني لما اطلب منه حاجه بهدوء ما بيعملهاش، ولما بزعق وعاقبه بيعملها. ده نفس الطريقه. خلينا نقول لو احنا بنتكلم عن فتره المراهقه، احساسهم بالزمن غيرنا، مختلف عننا. يعني هو النص ساعه عنده او الساعه عندك بتساوي عنده 10 دقائق، هو التايم بتاعه غيرنا. بيتخبط كده في الحيطه بنقول عليه ايه؟ يلا اعمل حاجه بسرعه. فانسب حاجه لده نحط له ديدلاين. يعني النهارده روق اوضتك، خلال اليوم اوضتك هتكون متوضبه. طب بس علميه الاول يوضبها ازاي، لان هم برضو عندهم فكره. لو انا دخلت الاوضه فوق بعض هو استكنس، لا انا عايزه اساعده، فاقول له طب رتب سريرك، بعدين يلا نعمل الكومود، يلا نعمل نلم حاجتك. مره على مره يبدا هو ينفذ اللي انت عايزاه. فمهم قبل ما اطلب الطلب ادي هيتعمل ازاي، فده مهم، انما مش العقاب. في سؤال تاني، الاولاد بيسالوني دايما انت ليه متعصبه؟ ازاي اوصل لمرحله البرود واللامبالاه اللي هو انا ابقى شايفه المشكله ولا كاني هنا؟ انا هنا بقول ما تجريش ورا مشكله، لما المشكله تجيلك روحي قومي دوري. لان لو احنا عندنا اخوات مش كل ما هيصوت هتقومي تجري تشوفي فيه ايه. خليكي مكانك، لما يجيلك بالمشكله هو واخوه اقعدي بقى حلي. هتحلي ازاي؟ مثلا المشكله الشهيره، عايزين نفس ده عايز الريموت، ده مش عايز القناه دي، وده عايز القناه تانية. هنا اقعدي